السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اولا صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هنعمل مع بعض الرز بلبن الجامد ده. طبعا الجو ساقعة، قلت بقى اما اقوم اعمل شوية رز بلبن كده يدفوا في الساقعة دي. طبعا بقى مش قادرة اقول لكم بقى على الرز بلبن بتاعي، كريمي كريمي كريمي، بصوا باين اصلا يعني من قبل ما حتى يبرد كريمي، والوش ده ما شاء الله بيكرمش كده، بيعمل طبقة كده وبيبقى جميل جدا. طبعا بيرجع للبن لما يكون دافئ، وتاني حاجة للمكونات اللي بتحطيها على الرز بلبن. طبعا هنا اول حاجة انا هستخدم بقى الرز البلدي بتاعنا ده. هاخد كوبايتين من حجم الكوبايه اللي هي 250 مللي دي رز. انا هعمله معاكم خطوة بخطوة. كوبايتين رز بلدي هغسلهم بقى غسلة كويسة كده، واحط عليهم مية نظيفة. بعد ما اغسلهم غسلة كويسة والمية تبقى بتاعتهم شفافة كده، احط عليهم مثلا نص الحلة مية او اقل من نصها كده، واولع عليهم. او طبعا انا غسلتهم غسلة كويسة وولعت عليهم اهو. طبعا هحط لهم بقى دلوقتي ذرة ملح. الملح يعني بصوا حاجة بسيطة جدا زي ما بنحط المعجنات كده. ذرة الملح بتخلي الرز معاكي والرز ما تتعجنش، والرز معاكي كده تتشرب السوائل بتاعة السوائل اللبن وكده، وطعمها جميل جدا. تخلي الرزية معاكي لها طعم تاني. طبعا هسيبها بقى لما الرز يتشرب والمية تتشرب زي ما انتوا شفتوا كده اهو، والرز استوى وتشرب الميه خالص. طبعا تكة الرز عشان الرز معاكي يطلع زبده وكريمي، تحطي اللبن زي ما جايباه من اللبانه كده على طول. طبعا انا في ست بتجيبهولي زي ما هي جايبته، انا ما غليتوش لان انا كده كده هيغلي في قلب الرز. طبعا فايدته ايه بقى لما انا ما مش هغليه واحطه كده على طول وبيغلي في قلب الرز؟ لما يغلي بيتشرب، كتر ما بخليه يغلي الرزاية بتتشرب اكتر من اللبن. طبعا اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا حطيت السكر. طبعا اللبن لسه كده مغليش، فانا قلت احط السكر بحيث لما يجي يغلي الرزاية بقى تسكر كده وتتشرب كده من اللبن، ويطلع معايا الرز بلبن ده بقى ايه حاجة تانية. طبعا انا بقالي كتير صراحة ما بنزلش معاكم، معلش انا اسفة على التأخير بتاعي. طبعا آه، يعني انا صراحه النهارده برضو مش كنت هصور، فصورت الرز بلبن كده، قلت بحيث ان انا انزل لكم اي حاجه على بس يعني ما الامور تتظبط عندي انتم ان شاء الله. وكل يوم هنزل لكم فيديو زي ما انا متعوده معاكم. طبعا ما تنسيش بقى بالتعليقات بتاعتكم واللايكات الحلوه واشتراكاتكم الجميله دي. طبعا انا بحط ايه، انا بحط حوالي 4 معالق كبار بشكل هرمي من الكريم شانتيه. نزلته على اللبن كده على طول. هيكلكع؟ لا مش هيكلكع. هو لما تيجي تقلبي كده زي ما انتم شايفين كده مش مكلكع. بالمضرب كده تكه والتانية، هجيب المضرب دلوقتي هتلاقي كل اللي انتوا شايفينه ده بقى زيه زي اللبن، هيفك خالص. طبعا كده كده عشان اللبن كان ساقع، كان مجمد اصلا قصدي ولما اتحط عليه كريم شانتيه حاسه ان هو مكلكع، لا هو عامل فقاقيع كده، بس هتفك بالمضرب السلك اهو. هجيب المضرب اهو وهقلب بقى، بصوا بالمضرب السلك تقلبتين كده هتلاقي كل ده فك خالص خالص. طبعا فايدة الكريم شانتيه بيدي للرز بلبن طعم مش قادرة اقول لكم، طعم دسامة كده ما تعرفيش، طعم يعني كريمي، طعم حاجة حلوة اوي 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 اوي. طبعا معايا هنا ربع كوباية من المية، وهنزل عليهم مية باردة، هنزل عليهم ب3 معالق كبار من النشا. طبعا انا بجهز الميه بالنشا دي عشان انا عايزه الرز بلبن يربط. طبعا كده كده بيبقى رابط، بس انا يعني ما بحط له معلقه النشا ده بيخليه عامل زي ما يكون، ما تعرفيش بقى انت بتاكلي مهلبيه بتاكلي كريمه بتاكلي رز بلبن. طبعا انا قلبتهم هم تقليبه كويسه عشان ما يكلكعش خالص معايا. النشا ما بيتحطش كده على الرز بلبن، لازم تدوبيه في ميه الاول. في ربع كوبايه ميه حطي 3 معالق نشا كبار. طبعا انا في الوقت ده الرز بلبن كان بدأ يغلي اهو. طبعا زي ما انتم شايفين كده سهل جدا وحلو قوي في الشتاء بس اهم حاجه يكون اللبن معاكي دسم، يعني اللبن حلو زي يعني جايباه كويس وما تغلوش. طبعا هنا كان اللبن كان غلي
انزل بقى بالنشا، ايد بالسباتيولا كده، وايد بالايه بالنشا. اوعي تنزلي كده الا لما تكون ايدك التانية بتقلب، عشان خاطر ما يكلكعش معاكي. انت لو نزلتي كده من غير ما تقلبي هيكلكع، لا لازم تقلبي، ايد تنزلي بيها النشا وايد تقلبي. بصوا بدأ يربط اهو، بدأ يمسك. هخليه بس يغلي غلوتين كمان، هيربط القوام اللي انا عايزاه، وهطفي عليه. لسه هحط له حاجه كمان اللي هتخليه ريحته حلوه قوي. بصوا بدأ يغلي اهو، بصوا تقيل اهو ما شاء الله، قوامه بقى جميل كده. خلاص هطفي عليه اهو. طفيت عليه، هنزل ب2 باكت فانيليا او معلقه فانيليا سايبه اللي هي السايله دي. نزلت ب2 باكت فانيليا اهو. طبعا في الوقت ده مجهزه بقى، جايزه الطبق، جايزه اللي هتحطي فيه، وعلى طول قلبي كده الفانيليا زي ما انا عملت كده. وفضي بقى في السلاطين بتاعتك، في الكاسات، في الطباق بقى ما تفضي. طبعا عايزاه وش مكرمش، بتفضي في الطباق بتاعتك وتسيبيها لما تبرد، وبعد كده بتغطي وشها باي حاجه، برول ستريتش، باي حاجه عندك، وحطيها دخليها في التلاجة. هتطلعيه مفيش ربع ساعه وش مكرمش وخطير. بصوا حتى انا هختبره لكم كده زي ما وريته لكم في اول الفيديو. بصوا كريمي خالص، كريمي كريمي كريمي، يعني كده كده وشه هيكرمش. الكرمشه دي بترجع تبع الرز بلبن لما يكون كريمي، او الوش بتاعه كريمي. اسفل الرز نفسه اتشرب من اللبن، واللبن كويس دسم وكده، والمكونات اللي انا حطيتها والكريم شانتيه بيخلي الوش كده كده يكرمش. فانا طبعا عشان انزل الفيديو لان لسه مصوراه ولسه بقى بسجله وبمنتجه ومش عارفه ايه، قلت انزله لكم على طول لان هياخد وقت لو انا سبته لما يبرد وكده. طبعا ما شاء الله 2 رز عملوا لي الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها. يعني ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. من 2 رز يعملوا الكميه اللي انتوا شايفينها دي، كميه حلوه قوي قوي وكفي كتير يعني. طبعا ما تكتريش في الرز بلبن، وفي كمان في الحله وبوريكم يعني. ما تكتريش في الرز بلبن، يعني لو هتعملي كوبايه واحده على كيلو لبن. طبعا نسيت اقول لكم 2 الرز دول خدوا مني 2 كيلو لبن، وخدوا مني 4 معالق كريم شانتيه، وخدوا مني 3 معالق نشا، وكيسين باكت فانيليا، وذره ملح. عملوا لي الكميه اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله. بصوا كريمي خالص. انا بوريكم اللي في القاع بتاع الحله، ولا الحله لازقه ولا اي حاجه. طبعا وما شاء الله عملوا لي كميه كبيره. طبعا كده الفيديو بتاعي انتهى، بس مش هفصل الفيديو لما اوريكم دلوقتي رز بلبن. هقربه من الكاميرا واوريكم يعني ان هو كريمي كريمي كريمي، حاجه يعني معتبره خطير 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 بجد. طبعا بصوا ما شاء الله، بوريكم انه عمل كميه كبيره من 2 رز، واتنين يعني خدوا 2 كيلو لبن، عملوا لي الكميه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا في ثانيه ممكن تعملي على كيلو رز، على كوبايه رز كيلو حليب، هتعملي الكميه اللي انت شايفاها دي. ما شاء الله. بصوا انا اوريلكم ان هو كريم ولسه سخن جدا، انتوا هتشوفوا البخار فيه اه. بصوا كريمي سايح كده، سايح سايح سايح. اتفضلوا بقى معانا. طبعا اتمنى بقى كده الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى ان انتوا اللي ما اشتركش يشترك، واللي مشترك كومنتاته الحلوه بتفرق معايا كتير. طبعا واللي بيعمل رز بلبن زيي يقولي في الكومنتات. طبعا اتمنى ان كلنا نبقى بنعمل حاجه كويسه. اتمنى ان ما فيش واحده ما تكونش ما بتعرفش تعمل حاجه، ولو انتي بتتفرجي عليه ومش عارفه تعمليه انا ما ببقى زعلانه، ببقى مبسوطه ان كلنا بنستفاد من بعضينا. طبعا اتمنى بقى الفيديو يعجبكم. كده الفيديو انتهى، ومش عارفه اقول لكم ايه تاني. وادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم. طبعا بصوا انا عماله اوريكم في الرز. وما تنسوش بقى الصلاه على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.